حازم في مشكلة بينه وبين حزب النور أو يعني حزب النور السكندري؟ مفيش علاقة، يعني مفيش حاجة تعمل مشكلة، يعني لا يعني هل نعتقد. بتشوف إنه مثلا قد تأتي تصريحات شيخ حازم ليس سلفيا؟ مثلا عندي تصريح مثلا موجود يوم 17 مارس 2013 عضو بالنور بيقول دعوة الشيخ حازم للتحالف معه إعلامية وتحالفنا معه مستبعد. يعني هذه الأمور في حساسيات معينة ولا هي رؤى سياسية؟ لا يا أخي الكريم، دول على دماغنا من فوق، مفيش حاجة. إنما هو يعني برضو عشان أكون صريح، ما يبقاش كلام مجاملة. هو أصل حزب النور، طبعا حزب النور القاعدة ده هو إحنا هو هم، يعني نعم. نفس الكلام. نعم. يعني لما تنزل أي بلد هم دول يعني مفيش حاجة. إنما أنا بتكلم على الإدارة اللي بيعملوا حزب النور ده. دي مش وقائع، يعني مش، لا ده منهج وهيفضل يعمل كده. اللي هو كل اللي بيعمله بقى، يعني مثلا انتوا بتتكلموا عنه مثلا ان هو مع جبهة الإنقاذ مثلا قابل جبهة الإنقاذ واتكلم معاها، وكان في مائدة مستديرة ولغوها في آخر يوم عشان في دم جبهة الإنقاذ عملته في الشوارع وغيره. أو قابل أحمد شفيق، أو بيتكلم مثلا مع أحمد الطيب، أو مع مثلا حتى مع الأمريكان، السفارة الأمريكية مثلا وكذا. أو ده مش انا بقول صح ولا غلط، يعني الكلام ده كله. يعني هو قالوا احنا قابلنا احمد شفيق في ليله الريبه، وقالوا احنا قابلنا مش عارف. ده مش هم غلطانين، ما بيغلطوش، هو ده المنهج، دي ترجمه لمنهج هيفضل على طول وهيعملوه برضه. حتى مثلا في الاتفاقات او شيء، ده منهج، ده اسلوب. الاسلوب زي ما انا ليا اسلوب مثلا ممكن يكون هو مرفوض كمبدا، برضه هو ده هل بتشوف ان احساسهم باستعلاء حزب الحريه والعداله لا عليهم لا، ما هو اللي وصلهم طبعا ممكن يكون هذا من تحريش الشيطان، ما هو بس لازم نخلي بالنا ان ده، ما هو الشيطان هو ده تحريش الشيطان. انما مثلا هم راحوا فعلا مضوا، ودي حاجه مش انا، خلي بال حضرتك، انا مش بقول الكلام ده بقول انه غلط ولا صح، حلو ولا وحش. طب بتوصف، انا بقول واقعه. راحوا مضوا لسامي عنان على الوثيقه بتاعه تاجيل تسليم الحكم في 1 اكتوبر 2011، وراحوا مضوا لشيخ الازهر على وثيقه الازهر اللي بتقول ان الديمقراطيه هي الاسلام، هي الشورى في الاسلام. وراحوا مضوا على الدستور لما ما عرفوش يعملوا غير المواد اللي فيه، اللي هي فيها المواد دي. يمضي الوثيقه دي والوثيقه دي والدستور ده وكذا، ده برضو منهج، رؤيه معينه. ارجوكم، انا لم اقل عنهم لان ده حلو ولا وحش، بس فعلا انا لما شفتهم يوم 1 اكتوبر قاعدين بيوقعوا لسامي عنان اللي هو كان ساعتها رئيس اركان الجيش طبعا، على هذه الوثيقه، انا ما صدقتش. وكان يوم سبت وجات لي الوثيقه وانا في وسط الناس في اللقاء العام الاسبوعي، وبقيت مش مصدق. قلت لهم لا استنوا لما نشوف، مش ممكن. نعم. دي بتبقى منهج برضو. كون مثلا رحت قابلت احمد شفيق النهارده وبقول ان ده صح، وبعدين رحت قابلت، وبعدين بتعامل مع الشيخ الازهر برغم بصوره ما، هو حر برضو بيقول انه وهكذا. فالفكره ان ده منهج يفضل. المنهج ده انا اسال الله عز وجل ان ينجيني منه دنيا واخره. مؤسسة الرئاسة ليك عليها ملاحظات محتاجة